عايزة بقى تاكلي كنافة مميزة جدا وطعمها فعلا يجنن، كأنك جايباها بالظبط من أشهر المحلات. تعالوا بينا نعملها في دقايق بالظبط. هنحضرها بدون فرن وبدون أي افتكاسات خالص. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس لو أول مرة تتابعيني متنسيش تشتركي في القناة وتقولي لي رأيك في الفيديو بعد ما بيخلص. تعالوا بينا نحضر الكنافة بتاعتنا 300 جرام. أنا بحطها في الفريزر وبعد كده بقطعها بالسكينة. ده بيكون أفضل كتير جدا على إنك تحطيها في الفود بروسيسور او اي حاجه ممكن تفتفتيها بيها. ده بيطلعها كده متفتفته وطعمها بيكون ألذ كتير. هخلص الكميه بتاعتي كلها ودول 300 جرام. تمام كده. هحضر بقى معلقتين من السمن او من الزبده المتوفر واللي انتي بتحبي نكهته في الكنافه. انا المره دي اشتغلت بالزبده. حطيت معلقتين كبار مليانين وهنزل بالكنافه بتاعتي. عايزه احمرها بقى اخليها لونها ذهبي غامق على قد ما بقدر. اهم حاجه ايدك ما تتشالش خالص من الكنافه عشان ما تتحرقش معاكي، يعني على طول في التقليب بالشكل ده لحد ما تاخد معاكي اللون اللي انا هقولكوا عليه دلوقتي. ده بيكون شكلها بالظبط. دي درجه اللون اللي انا عايزاها. تمام. هبتدي بقى احطها في طبق او بوله، وابتدي اضيف كمان معلقتين من السكر البودر، وهقلب كويس جدا وهي سخنه. الكنافه عندي بالشكل ده. انا عايزه السكر كده يكلبش خالص في الكنافه. واحتاج كمان 3 معالق كبار من شربات التقيل بتاع الكنافه. تمام كده. حطيت بقى كوبايتين ونص من الحليب، وعليهم معلقتين من النشا وزيهم من الدقيق، وهقلب كويس جدا على البارد وبعد كده هشغل النار. تمام. انا عايزه القوام يكون كريمي بس خفيف، مش عايزاه يكلكع، يعني مش عايزاه يكون كده شبه البشاميل، لا عايزاه اخف شويه. وقوام الكريمه او القشطه في المرحله دي مهم جدا على فكره. بالظبط كده. اول ما ابتدى يدخل في التقل هبتدي اطفي عليه. في المرحله دي بقى ببتدي اضيف معلقه كبيره من الزبده وكمان كيس من الفانيليا، وهقلب كويس جدا. ما تقلقوش الزبده هتسيح خالص من حراره القشطه اللي احنا عاملينها. المرحله دي اختياريه بقى، لو متوفر عندك ماء زهره او ماء ورد تقدري ان انتي تحطي معلقه. الحقيقه بتدي نكهه عاليه قوي. تمام كده. هسيبه بقى يبرد تماما وبعد كده نبدا بقى نعمل الكبات بتاعتنا. حطيت كمان في المرحله دي معلقتين من السكر البودر. تقدري تستغني عن السكر البودر في المرحله دي وتحطي معلقتين سكر عادي بس في اول خالص وانتي بتشتغلي على البارد. تمام. انا عشان نسيت احطهم فحطيت في المرحله دي معلقتين سكر بودر. الكوبايات بقى اي كوبايات متوفره عندك، كاسات بقى او كوبايات اللي انتي بتحبيه، او حتى اطباق، او ممكن تعمليها على فكره في صينيه كامله، يعني تعملي على بعض وكده صينيه على بعضها. بس انا بحب الحقيقه اعملها في كوبايات بالشكل كده، بتبقى اسهل كتير وما بتهدرش معايا خالص. بحط طبقه بالشكل ده وحطيت بقى القشطه بتاعتي او الكريمه، شايفين بتبقى سايحه ازاي؟ انا عايزاها القوام ده. ده القوام المظبوط للوصفه دي. هحط طبقه كمان بالشكل ده. تقدري كمان تعمليها في كوبايات، انا عملتها كمان في كوبايات بلاستيك طبقات كتير زي كده. تقدري بقى تزينيها، بس في الاول هبتدي بس اسقيها كل واحده كده، احط عليها معلقه من شربات برضو اللي هو التقيل بتاع الكنافه. تقدري تزينيها بقى بفستق او مكسرات، اي حاجه انتي بتحبيها. انا عملتها بفستق وعملتها كمان بكريز. طبعا التزيين بتاعك انتي، وتقدري كمان تسيبيها كده على فكره، هي طعمها يجنن اصلا من غير حاجه. طبعا بتتاكل بارده، خطيره. مهما وصفت لكم قد ايه طعمه جدا وبجد حلوه، لازم تجربوها لانها سهله وبسيطه جدا وحلوه قوي انها ما بتهدرش معاكي. يعني لو جالك ضيوف بقى مش كل واحد ياخد حته بقى ويسيبها وتبقى وتترمي، حرام في الغلا اللي احنا فيه ده. كل واحد هياخد الكب بتاعه وهتبقى سهله جدا لانها صغيره زي ما انتوا شايفين كده وطعمه قوي. واللي عايز تاني يبقى ياخد بقى. بجد تجنن، لازم تجربوها. من احلى الحاجات اللي فعلا يعني لا غنى عنها في رمضان. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. رمضان كريم. باي باي.